شذا، كل عام وانت بألف خير. وانتو بألف خير. خبريني سنة 2011، شو البلان اللي مخبيتي لنا اياها ومخبيتيها لكل جمهورك؟ 2011 أكيد في كتير بلانز، في كتير شغل، في كتير شغل أكتر. لازم الفيتاس حي ياخد أسرع، يعني حيكون إن شاء الله في 2011 إذا أعطانا الصحة والعافية. في كتير بلانز، في حيكون إن شاء الله أول ألبوم في 2011 ليا. في عدة تحضيرات مع عدة فنانين، مع عدة شعراء مهمين جدا في العالم العربي. راح يكون في أعمال كتير عالم غير متوقعة بالنسبة للكثير، مع عدة فنانين وموسيقيين مهمين في العالم العربي إن شاء الله. حيكون في عدة حفلات في الوطن العربي. لما بقول خلينا الوطن العربي إنه في كتير، يعني بالخليج، بلبنان، بالمغرب. خلينا نكشف عن أول مفاجأة حلوة خبيتيها. نحن عرفنا أنه رح تغني من كلمات سمو الأمير بدر بن عبد المحسن. صحيح. هل توضحت عنوان الأغنية؟ توضح. نعم، توضح عنوان الأغنية من كلماته، من ألحان دكتور عبد الرب إدريس، واسم الأغنية الكلام الجارح. فينا نسمع؟ لا تقولي لنا بالكلام. الكلام. حقول: ما هو كلامك ذا حبيبي، ولا عتابك ذا حبيبي، ولا حبيبي ذا حبيبي. المفاجأة الثانية اللي حابة تخبرينا إياها اليوم، عرفنا أنه كمان حتغني من ألحان من مين؟ كلمات. خلينا نسمع منك مين. هي من كلمات. الألحان بعد ما كتير قررنا، ما هلا بنشتغل على الموضوع، بس من كلمات الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام السعودي. حيكون في تعاون في الألبوم بيناتنا، في أغنية جميلة جدا رح نكشف عليها في الأيام الجاية. الألبوم من توقيع مين؟ من إنتاج مين من يعني؟ إنتاج لايف ستايل ستوديوز، والتوزيع رح بعد ما تقرر بالضبط، بس رح ينعرف قريبا، يعني هلا في فترة مفاوضات يعني. ودعت السنة مع الموسيقار الكبير اللبناني ملحم بركات، وكان مفاجأة حلوة لكل العالم اللي بحبوكي انه عادت الامور الى مجاريها الطبيعية مثل ما بيقولوا. كيف تم؟ هل تمت مصالحة ام كان الموضوع عفوي؟ شو بتخبريني عن لا، الموضوع مع المبادرة؟ الموسيقار ملحم كان جدا عفوي، يعني يعني ما كان في خصومة. هلا كان في شوية ما بدي اقول حتى زعل، بس انه صرنا زمان ما شفنا بعض، وشوية عتاب بدنا نقول منه ومني. بس اول ما التقينا بالطيارة واحنا رايحين على الاردن، ضحكنا كتير واجتمعنا وحكينا وخبرنا، ودايما بعفويته الرائعة الموسيقار، وبضحكته وبنصايحه الدائمة لي. و اول كلمة قال لك اياها بعد ما بيقولوا العتاب جلاء القلوب، شو الكلام اللي قال لك اياه وصار في من نوع من انه الماضي اتنسى؟ شوفي، هالسنة ونص اللي يعني مرقوا مثلا كان دايما هو بس بيشوف الموسيقار بيقول لي شو كيف غرامياتك يعني. دايما هيدا السؤال الاول يعني. اسرارك عنده. لا ابدا، دايما بقول له والله ما دايما ما عندك انت غراميات. قال لي كلمه كثير حبيتها، انه قال لي انه شذا انت مثل السمكه، إذا شلناها من المي بتموت. يعني أنت إذا ما بتعيشي، لما بتكوني مغرومة ما بتقدري تعيشي. فهيك بالنسبة له شذا، يعني دايما لازم تعيش في حالة غرام، ودايما عندها حدا. وحرام إنه كتير مش صح هالكلام، بس كتير بضحكني لما بيقول لي. فهيك كان حديثنا جدا عفوي، وجدا في هيك. ما فتحتوا الدفتر القديم، دفتر أبدا. الأغنية اللي لا هو بس حكينا اللي عن كانت من الأغنية، إنه ألحانه. اللي أغنية لو ألف مرة، إنه قال إنه غنية كتير حابين معنا، وإنه هو كتير بيعرف صوتي، وكتير بيحافظ صوتي كتير منيح، وبيعرف شو بيلبق له وشو ما بيلبق له. هذا شيء صحيح يعني.
بس ما حكينا ابدا عن شو صار او ما شو صار. قلت لك كان الكلام جدا عفوي، كان لقائنا جدا حبي وعفوي و برأيك ما مصالحتك معه بهالطريقة هل ممكن تزعج صديقه القريب جدا منه طوني قهوجي؟ لا ما بتصور، يعني بتصور الموضوع انتهى وتنسى وقلت لك هذه مش مصالحة، هذا لقاء عفوي كان، ما كان في خصام ليكون في مصالحة. لا صرنا أكيد سنة ما شفنا بعض، بس أول ما التقينا اشتقنا لبعض، لأنه نو واي هو بيشتغل لي، وهو قال لي يعني كمان امبارح أو يعني أول امبارح قال لي شذا أنا إذا ما كنت حابب صوتك ما كنت أعطيتك من ألحاني. وكمان عاد هالمرة، ما بتصور بده حدا ينزعج من الموضوع، لأنه الموضوع انتهى يعني خلص. كان في طلب منك انه تجددوا التعاون بين بعض بلحن معين؟ هلا بالنسبة لهالموضوع بدنا ننطر الوقت اللي جاي ليكشف شو بده يصير. بس اللي بدي اقوله انه في بيني وبين الموسيقار في نوع من هيك الكيمستري فنية كتير كبيرة. ممكن يكون في تعاون، ممكن ما يكون في تعاون، بدنا ننطر الايام الجاية. شذا، انت من الفنانات اللي اقتحموا الساحة بقوة، ويمكن سببتي ازعاج لكتير من الفنانات، فهل بتشعري بهالشي؟ ونحن يعني بتعرفي انت اليوم بتصويت مع فنانة مريم فارس على موقعنا، وعم يجيك كتير تصويت، بس عرفنا انه الفنانة مريم فارس أبدت شوي انزعاجها من وضع اسمك بمواجهة اسمها. شو ردك على الموضوع؟ ما بعرف يعني انا ما بتصور حتى الفانز عارفين بموضوع التصويت، لانه اذا كان عارفين بموضوع التصويت ما بعرف. ابدت انزعاجها، ليه بدت انزعاجها؟ ما بعرف. انه هي سبقتك بالفن اكتر وعندها ارشيف اكبر. شو تعليقك على الموضوع ككل؟ على الموضوع شوفي، انا دائما هلا مش انا اللي طلبت انه يكون في هيدا. تاني شيء ما بتصور هي قصة سنوات. هلا اكيد بحترم انه هي بلشت قبل مني بفترة طويلة وكبيرة، بس الواحد كمان على قد بيشتغل، على قد الاعمال اللي بيقدمها، على قد اهمية الاعمال اللي بيقدمها. بتمنى لها التوفيق. ما بدي اعطي كومنت عن الانزعاج تبعها، بدي اقول لها بس بدها شوي تروق على الانزعاج اذا عن جد صح هيدا الكلام. لانه يعني هي الموضوع مش قصة قديه من سنة هي سابقاني، بس انه قصة اليوم قديه اليوم ممكن ناس تيجي تحضرني في حفلاتي او تيجي تحضرها. كل واحد عنده جمهوره بتصور، وكل واحد عنده الفانز تبعه. بس انت شذا بموضوعية، مين الفنانة بموضوعية يمكن نحن اخترنا، ما هيدا على مسؤوليتنا الشخصية، اخترناك واخترنا مريم بما انكم تمثلوا جنريشن الشباب، فانت برأيك شذا مع مين بتحب تكون بكومبيتيشن شريفة مع اي فنانة وبتحبيها، بس بتحبي تكوني مع ممكن تكون خليجية او لبنانية او مصرية؟ ما بحب بيني وبينك والله ما بحب احط حالي ان كومبيتيشن مع اي فنانة تانية، لانه شوفي كل فنانة عندها ستايل معين، كل فنانة عندها جمهور، كل فنانة عندها ناسها. يعني انا اليوم بقدم اعمال كتير غير عن اي فنانة، عن مريم، عن يارا، عن كتير فنانات من الجيل الشاب يعني. فما بحب احط حالي، بحب يعني اليوم انا بشتغل بثابر على انه الناس تحبني، مش على انه فنانة غيظة. يعني انا اليوم بشتغل على انه الفانز يحبوني اكثر، على انه يزيد جمهوري، على انه الناس تحب اعمالي. بس هذا هو هدفي في شغلي، على انه اليوم اللي بعمل حفلة الناس تيجي تحضرني بشكل كبير، على انه الناس لما بعمل كليب تحب تحضر هيدا الكليب وتعيد 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 تحضره. مش هدفي انه لا انا اليوم بشتغل على انه نافس فنانه معينه، لا ما بتصور. اليوم الجنريشن هدول تبع كل فنانات عندها ستايل معين. يعني
يارا عندها ستايل معين، مريم عندها ستايل معين، اي دون نو، كثير فنانات عندهم ستايل معين يعني. في سؤال دايما بيتكرر ودايما بنشوفه على صفحات المجلات، المطربة العراقية الأولى شذا. ما في مطربة عراقية تاني، في مطربين عراقيين خصوصي كاظم الساهر فنان كبير وماجد المهندس، ودايما في سؤال انه ليش ما في احتضان من هالفنانين الكبار لشذا؟ هل انت بحاجة اصلا لاحتضان منهم؟ لا ما محتاجة فنيا لا. هلا الاحتضان لا، اكثر ما هو مثلا تعاون جميل يكون بيناتنا، مثل ما تعاونت مع كل هالفنانين الكبار، موسيقار محمد بركات، عبد الرب ادريس، فايز سعيد، ناصر الصالح، بيهمني يكون في تعاون. اما احتضان ما بتصور عندهم حيل او عندهم جهد انه يحتضنوا، لانه كل واحد اليوم بتصور عنده تركيز على نفسه. انا بتفهم هيدا الشيء وبحترمه، وابدا ما بلوم احد او احد من الفنانين الكبار، بالاخص قيصر وماجد مهندس، بحبهم كثير. اكيد بيهمني يكون في تعاون جميل بيناتنا، بس انه احتضان لا. كل واحد بتفهم يعني، حابه كانك تجيني اليوم تقولي لي شذا احتضني فنان او فنانه ثانيه، حتكون شوي صعبة، لأنه اليوم أنا بركز على حالي. هلا ممكن ساعد حدا، ممكن أعمل يكون في تعاون جميل، بس إنه احتضان ما احتضان شوي صعب على أي فنان. حابين نسألك عن الشركات اللي نشر إنه عرضت عليك تنضمي لها مثل ميلودي وروتانا، ووقفت كل هالعقود، شو السبب؟ لأنه اليوم أنا مع شركة لايف ستايل ستوديوز اللي اخترتها هي اللي حتنتج لي ألبومي، وأنا كثير مرتاحة معها. بالنسبة لروتانا أو بلاتينوم ريكوردز، هدول الناس أكيد بدي أشتغل معهم، وبعدي بشتغل معهم كديستريبيوشن أو كليبات أو كثير قصص، يعني علاقتي جيدة معهم كلهم. اليوم ما في تعاون، بكرة حيكون في تعاون. بتعرفي هيدا وسط فني، وهدول الشركات المهمين اللي موجودين اليوم في الوطن العربي خاصة روتانا، فأكيد بيهمني إنه إذا مش اليوم أنا معهم ميبي بكرة. بس بدي أسألك سؤال للموسيقار ملحم بركات، يعني قال لك إنه مثل السمكة ما بتعيش بلا غرام، وأنت جريئة كتير لما بتحبي بتعلني. هل اليوم أنت بحالة غرام؟ اليوم لا. ليه؟ أبدا. ليه؟ لأن ما في حدا هيك معمر لي عيني يعني. حلو حلو. مالي. هاي لطشة لكل الرجال. لا حرام، ميبي انا ما حقلك شيء، ما مش لطشة لكل الرجال، بس كمان يعني انه العتب مني، لانه انا ما بعطي فرصة لحالي، مش لحدا، لحالي انه مثلا التقي هيدا الشخص يعني. ف بس واللي بلتقيهم مثل ما قلت يعني مش معدين لك عيني. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك. هي سرقتها من رامي، بدي اقول لأحلى بخصوص هالشي. ان شاء الله دايما تكونوا مهمين، تكونوا في تقدم دائم، وبتمنى انه هيدا السايت انا شفته وشفت قد ايه اخباره مهمه واخباره جديده وكثير كثير جديد. بتمنى لكم التوفيق، ضلوا دائما هيك لفوق، وانا متاكده انه حتكونوا في القمه. شذا حسن.